السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرام العيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان الأهلي يحصل على ال11. الأهلي يخطف الأميرة الأفريقية رغما عن أنف لقجع والنصيري وتسيمة وعبد الفتاح عصام، طبعا عبد الفتاح عصام احتواء، ولجنة الحكام الاتحاد الأفريقي وكل الفسدة، ووليد العطار طبعا وجمال علام وإيه يعني الشلة دي كلها. الأهلي يفوز بالبطولة الأفريقية المرة ال11 ويرسخ عقدة الأندية الأفريقية، لأن الأهلي هو عقدة أفريقيا، مفيش نادي عقدة للأهلي. الوداد إن كان كسب بطولتين قبل كده من الأهلي، والاثنين من التحكيم، من ضمنهم واحدة كانت برضو من مملكة سيامة في القاهرة بضربة الجزاء الواضحة وليد أزارو ما رضيش يحسبها. وفي المباراة الثانية طبعا كان بكاري جسامة وما أدرك بكاري جسامة. والمباراة الثانية بمباراة واحدة بالجواب بتاع وليد العطار اللي خباه، ومباراة في ملعب محركب محمد الخامس، مباراة من واحدة بس على أرض الوداد يعني. النهاردة في لأول مرة مباراة رايح جاي، يمكن كانت قبل كده في 2017 كانت رايح جاي، بس دي أول واحدة يعني مباراة رايح جاي ردا على المباراة بتاعت البطولة اللي فاتت. فانت بتلعب مباراه رايح جاي والتحكيم ضدك في المباراتين، سواء في القاهره معتز ابراهيم يعني ابن الشلماني، ابن عبد الرحيم الشلماني، سواء ضربتين الجزاء للشحات اللي ما حسبهمش، او ضربه او الطرد الواضح جدا ليحيى عطيه الله، اللي حتى الصحفي النيجيري في BBC استغرب، قال لك ازاي دي ما تحسبش ضربه جزاء. وفي المباراه الجايه الثانيه بيجيبوا مملكه سيامه، طبعا زي ما قلنا عليها علامات استفهام كتير جدا. مملكه سيامه كلنا عارفين ان في ماتش نهضه بركان والزمالك لقجع ضربه بالقلم في وسط الملعب، وبعد كده اتصالحوا، هو نفسه اعلن ان هم اتصالحوا. يعني طبعا اتصالحوا ازاي؟ واحد واخد بالقلم يبقى اتصالح ازاي؟ فهو نفس الصلح اللي هو كان النهارده، بطبعا فلوس سعد النصيري اللي معروف مالك الوداد البيضاوي المغربي. المباراة مملكة السيامة كان بيزق الوداد بأي طريقة إن هم يكسبوا، ونجح طبعا في كده بعد الفاولات المتتالية اللي كان بيحسبها على حدود 18 للأهلي، اللي هو تقريبا فاندنبروك كان قايل له يعني احنا كل خطتنا ان احنا عايزين نعمل فاولات، فهنجيب جون من الفاول. فهو كان عمال يدور على اي فاولات، وحتى الجون جه من كرة غريبة جدا يعني. كان هو نجم خد الكرة منه معلول، ونجم رمى نفسه مفيش اي حاجة، والحكم راح حاسبها فاول، واتلعبت عطية الله لعبها جت الهدف. الاهلي زي ما قلنا بدايه طبعا، يعني احنا نسينا يمكن سبقنا نقول ان يعني او كلام خدنا في ان احنا ما نقولش مين ال11 بطل او مين ال16 بطل اللي شاركوا النهارده. الاهلي بدا المباراه بنفس تشكيل تقريبا المباراه الاولى، باختلاف بس ان الشناوي نزل بدل شوبير، فلعب بالشناوي في حراسه المرمى، قدامه هاني طبعا اللي يعني قبل ما نتجاوز هاني اللي يعني يمكن كنا نقول دايما هاني ان هيفضل امتى لغايه امتى ناشئ. هاني بقى خبره كبيره جدا، وبقى لعيب تقيل في الملعب، وبقى كابتن فعلا من كباتن الاهلي. هاني، ياسر عبد المنعم، علي معلول اللي ما كانش في مستواه النهارده خالص. في الوسط كان مروان عطيه وحمدي فتحي و دي اليو ديانج. في الهجوم كان بيرستاو وكهربا والشحات. الضغط طبعا المتوالي او ضغط الحكم مش ضغط اللعيبه على الاهلي خلى اللعيبه يفقدوا تركيزهم. عشان كده يمكن حتى اسمه معلول ما كانش حلو ابدا في المباراه. حمدي فتحي كان برضه ما كانش كويس يعني. كهربا يمكن طول الماتش ما كانش ظاهر. الشحات اتنرفز بسرعه وخرج من اجواء المباراه حتى لغايه لما خرج. بعد الهدف طبعا برضو المباراة قعدت متوترة بشكل كبير جدا يعني، وتضييع وقت كتير جدا من الوداد كالعادة. والشوط الثاني استمر الكلام ده. بدأ تغييرات كولر كانت بدري شوية، قبل الدقيقة 60 يعني، لما نزل أول تغييرين، نزل محمد شريف ومحمد مجدي قفشة بدلا من كهربا والشحات اللي قلنا كان فاقد تركيزه نهائيا يعني، وكهربا ما كانش متواجد تقريبا في المباراة. بعد كده نزل تغييرين تانيين لو ما كانوا عبد القادر والسوليه بدل حمدي فتحي اللي كان واضح انه لسه متاثر بالاصابه، سواء الماتش الاولاني والماتش الثاني مش في مستوى حمدي فتحي.
ونزل حمدي فتحي وحمدي، هو نزل السولية وعبد القادر بدلا من حمدي فتحي، مش متذكر مين التاني. واخر تغيير كان بنزول رامي ربيعه بدل من بيرسي. كان مروان عطيه اللي طلع التغيير الاولاني في اول تغييرين يعني. 15 بطل من الاهلي. طبعا الاهلي يمكن في اخر نص ساعه الثاني من المباراه، من الشوط الثاني يعني، بدا الاهلي يخش اجواء اللقاء بعد الاربع تغييرات اللي عملهم، سواء بنزول زي ما قلنا اربعه اللي نزلوا في الاول، قفشه وشريف والسوليه وعبد القادر. بدا الاهلي يمسك الكوره بشكل افضل، وبدا الاهلي يسيطر شويه على لغايه لما جت الركنيه السعيده لعلي معلول. الكروس لعبه علي معلول وقابلها عقده الفرقه المغربيه محمد عبد المنعم لعبها فيديو في الجون. طبعا قلنا 15 بطل، ما ننساش طبعا يعني الافضل لعيبه في المباراه، يعني هم قلنا 16 كلهم بطل حتى بنزول رامي ربيعه، لكن الافضل في المباراه كان محمد هاني وكان ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم واليو ديانج. دول افضل اربع لعيبه في الفرقه، والشناوي طبعا ادى بشكل كويس. مباراه كانت صعبه جدا. الحمد لله طبعا ان احنا قدرنا نكسب، وقدرنا نكسب الفساد، والاهلي قدر ياخد البطوله 11. ومش عارف يعني محدش قال لهم يلبسوا ابيض، هم اللي جابوا لنفسهم يعني، هم لبسوا ابيض، فكان طبيعي ان هم يخسروا. مباراة زي ما قلنا مباراة رائعة، وكولر بيسطر تاريخ جديد. زي ما قلنا الأهلي قبل كده لما خد بطولة 2005 2006 و2008، النهارده بيحقق نفس المعادلة تاني ببطولة في 2020 2021 2023. ودي يمكن بتبين حاجة واحدة بس، إن مفيش حد يقدر يعمل كده غير الأهلي، اللي دايما بيتمنع من السنة الثالثة إن ياخد 3 بطولات ورا بعض. فعشان كده بياخد مرتين وبيتوقف مره وياخد بعد كده، لكن صعب ان هم يدوا له. الاتحاد الافريقي بيمنعوا ان ياخد 3 بطولات ورا بعض، زي ما شفنا المره الاولانيه 6 و7 8 بالعرجون لما جه هنا، و2021 بالمباراه اللي بتتلعب في مركب محمد الخامس على ارض الوداد. آه، في مباراه يعني بتلعب مباراه واحده، نهائي واحد على ارض الخصم. ألف مبروك مرة تانية للأهلي. إن شاء الله الأهلي يفوز بإذن الله بكمل بقى بقية بطولات السنة دي، يفوز بالدوري ويفوز إن شاء الله بعد كده بالسوبر، ويفوز بالسوبر ليج البطولة الجديدة. ونخش إن شاء الله نحصل ريال مدريد ونتخطاه بعد كده ونبقى أكثر تتويجا في العالم. أعتقد ده أهم مكان في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.